وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قتلتم أبي ظلما فويل لأمكم، ستجزون نارا حرها يتوقد، سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد، ألا فابشروا بالنار إنكم غدا لفي سقر حقا يقينا تخلدوا. وإني لأبكي في حياتي على أبي، على خير من بعد النبي سيولد، بدمع غزير مستهل مكفكف، على الخد مني ذائب ليس يجمد. قال ثم إن يزيد لعنه الله أمر الخطيب أن يصعد المنبر يسب عليا والحسن والحسين عليهم السلام. قال فصعدا ففعل ذلك، فقال له زين العابدين سألتك بالله إلا ما أذنت لي بالصعود على المنبر، وأتكلم بكلام لله فيه رضا وللأمة فيه صلاح، فاستحى منه فأذن له. ثم إن زين العابدين عليه السلام جعل بعذوبة منطقه وفصاحة لسانه ودلائل النبوة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال معاشر الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فإني أعرفه بنفسي. أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن من حج ولبى، أنا ابن من طاف وسعى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن البشير النذير، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه، أنا ابن من دنا فتدلى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن صريع كربلاء، أنا ابن محزوز الرأس من القفاء، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن الذي افترض الله ولايته فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ألا إن الاقتراف مودتنا أهل البيت أيها الناس، فضلنا الله ب5 خصال فينا: الشجاعة والسماحة والهدى والحكم بين الناس بالحق والحمية في قلوب المؤمنين. قال فقام المؤذن فقطع خطبته، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا وعظمت عظيما وقلت حقا جليلا. فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الإمام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. فبكى زين العابدين وقال يا يزيد محمد جدي أم جدك؟ فقال بل جدك. قال لم قتلت ولدا؟ فلم يرد جوابا حتى نقل أنه قال ما لي بالصلاة حاجة، فخرج ولم يصل. قال ثم إن المنهال لقيا علي بن الحسين عليه السلام فقال كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال كيف أصبح من قتل بالأمس أبوه وأهله وهو يتوقع الموت بعدهم. ثم قال أصبحت العرب تفتخر على العجم لأن محمدا منهم،
ونحن أهل البيت أصبحنا مظلومين مقتولين مشردين. قال فعلت الأصوات بالبكاء والنحيب حتى أن يزيد لعنه الله خشي الفتنة. ونقل عن هند زوجة يزيد قالت كنت أخذت مضجعي فرأيت بابا من السماء قد فتحت والملائكة ينزلون كتائب. والملائكة ينزلون كتائب إلى رأس الحسين عليه السلام وهم يقولون السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فبينما أنا كذلك إذ نظرت إلى سحابة قد نزلت من السماء وفيها رجال كثيرون وفيهم رجل دري اللون قمري الوجه فأقبل يسعى حتى انكب على ثنايا الحسين يقبلهما وهو يقول يا ولدي قتلوك أتراهم ما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. يا ولدي أنا جدك رسول الله وهذا أبوك علي المرتضى وهذا أخوك الحسن المجتبى وهذا عمك جعفر وهذا عقيل وهذا الحمزة والعباس. ثم جعل يعدد أهل بيته واحدا بعد واحد. قالت هند فانتبهت من نومي فزعة مرعوبة وإذا بنور قد انتشر على رأس الحسين فجعلت أطلب يزيد وهو قد دخل إلى بيت مظلم وقد دار وجهه إلى الحائط وهو يقول ما لي وللحسين وقد وقعت عليه الهمومات فقصصت عليه المنام وهو منكس الرأس. قال فلما أصبح استدعى بحرم رسول الله فقال لهن أيما أحب إليكن المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة ولكم الجائزة السنية. قالوا نحب أولا أن ننوح على الحسين. قال افعلوا ما بدا لكم. ثم أخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق ولم تبق هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين عليه السلام وندبوه على ما نقل 7 أيام. فلما كان اليوم 8 دعاهن يزيد وعرض عليهن المقام فأبين وأردن الرجوع إلى المدينة فأحضر لهن المحامل وزينها وأمر بالإنطاع من الإبريسم وصب عليها الأموال وقال يا أم كلثوم خذوا هذا المال عوض ما أصابكم. فقالت أم كلثوم يا يزيد ما قل حياؤك وأصلف وجهك أتقتل أخي وأهل بيتي وتعطيني عوضا عنهم مالا؟ والله لا كان ذلك أبدا. فيا ذلة الإسلام من بعد عزه ويا لك رزء في الأنام
خطير. فيا عبرتي سحي ويا حرقة ازددي ويا نفس ذوبي فالمصاب كبير. فأي حياة بعد ذا الرزء ترتجى وأي فؤاد يعتريه سرور. أحسنتم ويغفر الله لنا ولكم أيها المؤمنون والمؤمنات. نقل أن اللعين يزيد وعد علي بن الحسين عليهما السلام بثلاث حاجات يقضيها له، فلما أحضره قال له اذكر لي حاجاتك اللاتي وعدتك بهن، فقال له الأولى أن تريني وجه سيدي ومولاي الحسين فأتزود منه وأودعه. والثانية أن ترد علينا ما أخذت منا. والثالثة إن كنت قد عزمت على قتلي فوجه مع هؤلاء النسوة من يردهن إلى حرم جدهن. فقال أما وجه أبيك فلن تراه أبدا، وأما قتلك فقد عفونا عنك، وأما النسوة فلا يسير بهن إلى المدينة غيرك. وأما ما أخذ منكم فأنا أعوضكم عنه. فقال عليه السلام أما مالك فهو موفور عليك، وإنما طلبت ما أخذ منا لأن فيها مغزل فاطمة بنت محمد ومقنعتها وقلادتها وقميصها. فأمر اللعين برد ذلك، وأمر برد الأسارى إلى أوطانهم. قال فسار القائد وكان يتقدمهم تارة ويتأخر عنهم تارة. فقلنا النساء له بحق الله عليك إلا ما عرجت بنا على طريق كربلاء. ففعل ذلك حين فوجدوا هناك جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من نساء بني هاشم، فتلاقوا في وقت واحد فأخذوا بالنوح والبكاء وإقامة المآتم إلى 3 أيام. فلما انقضت توجهوا إلى نحو المدينة. قال بشر بن حذلم لما صرنا قريبا من المدينة نزل علي بن الحسين عليهما السلام وحط رحلا وضرب فسطاطا وأنزل نساء وقال لي يا بشر ادخل المدينة وانع أهلها بأبي عبد الله وأخبرهم بقدومنا. قال بشر فركبت ودخلت المدينة ورفعت صوتي بالبكاء والنحيب فقلت يا أهل المدينة هذا علي بن الحسين قد قدم إليكم مع عماته وأخواته وقد نزل قريبا منكم وأنا رسوله إليكم أعرفكم بمكانه. قال فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا وبرزن من خدورهن
تخمش وجوههم لاطمات يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال فلم أر باكيا أكثر من ذلك اليوم. قال ثم إن أهل المدينة تبادروا مسرعين إلى نحو زين العابدين عليه السلام وأنا معهم، فوجدت الناس قد ملأوا الطرق والأمكنة، فنزلت عن فرسي وبقيت أتخطى رقاب الناس حتى قربت من باب الخيمة، وكان زين العابدين عليه السلام داخلا، فخرج وبيده منديل يمسح به دموعه، وكان عمره يومئذ على ما نقل 11 سنة. فجلس على كرسي له وهو لا يتمالك على نفسه من شدة البكاء، والناس يعزون وهم مع ذلك يبكون وينحبون. فأومى إليهم أن اسكتوا فقام وقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين بارئ الخلائق أجمعين الذي بعد فارتفع في السماوات العلا وقرب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الأمور ومجامع الدهور وألم الفجائع ومضاضة اللواذيع وجليل الروز وعظيم المصائب. أيها الناس، إن الله له الحمد وله الشكر، قد ابتلانا بمصائب جليلة، ومصيبتنا ثلمة عظيمة في الإسلام، ورزء جليل في الأنام. قتل أبي الحسين وعترته وأنصاره وشيعته، وسبيت نساؤه وذريته، وطيف برأسه في البلدان من فوق عالي السنان. أين الولادي وحسينا؟ فهذه الرزية تعلو على كل رزية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، من منكم يسر قلبه بعد قتل أبي وهو ابن بنت رسول الله؟ أم أية عين تحبس وتظن بانهمالها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، والسبع الطباق لفقده، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها وسكانها، والأرضون بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والطيور بأوكارها، والحيتان في لجج البحار، والوحوش في البراري والقفار، والملائكة المقربون، والسماوات والأرض. أيها الناس،
أي قلب لا ينصدع لقتله ولا يحزن لأجله. أيها الناس أصبحنا مشردين لائذين شاسعين عن الأنصار كأننا من أولاد الكفار، من غير جرم اجترمناه أو مكروه ارتكبناه ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها ولا فاحشة فعلناها. فوالله لو أن النبي أوصى إليهم في قتالنا لما زادوا على ما فعلوا بنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام يمشي إلى دار الرسول يدخلها. وأما أم كلثوم فحين توجهت إلى المدينة جعلت تبكي وتقول: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا. ألا فاخبر رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أخينا، وأن رجالنا في الطف صرعى بلا رؤوس وقد ذبحوا البنين. وأخبر جدنا أننا أسرنا، وبعد الأسر يا جد سبينا. وقد ذبحوا الحسين ولم يراعوا جنابك يا رسول الله فينا. فلو نظرت عيونك للأسارى على أقتايا بالجمال محملين، رسول الله بعد الصون صارت عيون الناس ناظرة إلينا، وكنت تحوطنا حتى توليت عيونك ثارت الأعداء علينا. أفاطم لو نظرت إلى السبايا بناتك في البلايا أدم شتتين. أفاطم لو نظرت إلى الحياة ولو أبصرت زين العابدين. أفاطم لو رأيتنا
سهارا ومن سهر الليالي قد عمينا. أفاطم ما لقيت من عداك ولا قيراياط مما قد لقينا. فلو دامت حياتك لم تزالي إلى يوم القيامة تندبينا. وعرج بالبقيع وقف ونادي أين حميم رب العالمين. وقل يا عم يا الحسن المزكى عيال أخيك أضحوا ضائعين. يا عماه إن أخاك أضحى بعيدا عنك بالرمضاء رهينا. بلا رأس تنوح عليه جهرا طيور والوحوش الموحشين. ولو عاينت يا مولاي ساقوا حريما لا يجدن لهم معينا. على متن النياق بلا وطاء وشاهدت العيال مكشفين. مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا. خرجنا منك بالأهلين جمعان رجعنا لا رجال ولا بنينا. وكنا في الخروج بجمع شملين رجعنا لا رجال ولا بنينا. رجعنا حاسرين مسلمين ونحن في أمان الله جهرا. رجعنا بالقطيعة خائفين ومولانا الحسين لنا أنيس. رجعنا والحسين به رهينا. فنحن الضائعات بلا كفيل ونحن النائحات على أخينا. ونحن السائرات على المطايا نشال على جماله المبغضين. ونحن بنات ياسين وطه ونحن الباكيات على أبينا. ونحن الطاهرات بلا خفاء
ونحن المخلصون المصطفون، ونحن الصابرات على البلايا، ونحن الصادقون الناصحون. ألا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا جناب الله فينا. ألا يا جدنا بلغت عدانا مناها واشتفى الأعداء فينا. لقد هتكوا النساء وحملوها على الأقتاب قهرا أجمعين، وزينب أخرجوها من خماها، وفاطم والهة تبدي الأنينا. سكينة تشتكي من حر وجدي، تنادي الغوث رب العالمين. وزين العابدين بقيد ذل، وراموا قتله أهل الخونة. فبعده على الدنيا تراب، فكأس الموت فيها قد سقينا. وهذه قصتي مع شرح حالي. ألا يا سامعون ابكوا علينا، يا أيوا حسينا وإماما. قال الراوي: أما زينب فأخذت بعضادتي باب المسجد ونادت: يا جدا إني ناعية إليك أخي الحسين. وهي مع ذلك لا تجف لها عبرا ولا تفتر من البكاء والنحيب. وكلما نظرت إلى علي بن الحسين تجدد حزنها وزاد وجدها. وأما علي بن الحسين عليه السلام فلما دخل إلى دار الرسول وجدها مقفرة الطلول، خالية من سكانها، حاكية أحزانها، وقد غشيها القدر النازل وساورها الخطب الهائل. وأطلت عليها عذبات المنايا، وأضلتها جحافل الرزايا، فهي موحشة العرصات لفقد الأئمة الهدى. للهوام في معاهدها صياح، وللرياح في محو آثارها إلحاح. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون، وليهم فليندب النادبون، ولمثلهم تذرف الدموع من العيون. أولا تكونون كبعض مادحين، حيث نظم وقال في مرثيهم: ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم في الدنيا والآخرة. والفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله،
وعلى آلك الطيبين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يممت قبرك والأسى موار، هنيئا للزوار في هذه الليلة. يممت قبرك والأسى موار، وعلي من وضح الهداة شعار، ووقفت تصهرني الدموع ببقعة غمر القلوب بطيفها استعبار. نعمى جلالك سبحة علوية كبرت على أفيائها الأخيار، عبرت بها روحي إلى ملكوتها ليحفها من عالميك وقار. أنا زائر قبر الحسين بلهفة، أنا زائر قبر الحسين بلهفة، أهفو لما تهفو له الزوار. وبلمتي ألقى الطريق غباره، لا غر يشفع لي لديه غبار. ووقفت حيث الأنبياء تجمعت، أعطيك عهدا ملؤه الإصرار، إن لم أكن أنصرك حين تجمعت فرق الضلال يقودها غدار. فلقد أجابك من فؤادي صارخ لبيك يا أبا عبد الله، بصوت واحد جميعا لبيك يا حسين، لبيك إني صارم بتار، سأظل أحمل للعقيدة مشعلا تمشي على لألائه الأعصار. لقبر سليل فاطمة أتينا، وسبعا في مرابعه سعينا، فيا سعد استمع وأصيخ إلينا جميعا إذا شئت نجاة فزور. أعلى أعلى إذا
نجا غدا تلقى الإله قريه إذا علم الملائك منك عزما. انوي الليلة الزيارة، خليك مع الزائرين ولو بالنية. إذا علم الملائك منك عزما تزور ضريحه كتبوك رسما وحرمت الجحيم عليك حتما. ليش؟ لأن النار ليست لأن النار ليست عليه غباير زواير الحسين وبكل فريضة تعتني الحاير الشيعايا ومن مشهدك نطلع ونقصد للشريف مع الزوار الليلة مع خطوات الزائرين. والله من مشهدك نطلع ونقصد للشريعة. منو عدنا هناك؟ نزور البطل الأزهر أبو كفوف القطيعة شيال بيركم وعز الهاشمي ونشوف عد رجلك علي حسين مدفون وتهل دمعتنا ونهمل ماي العيون ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه وآله أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه يمد في العمر ويوسع في الرزق ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله عز وجل. صدق مولانا وإمامنا أبو جعفر محمد بن علي لذكره صلوات. من أقدم الممارسات
التي أصر عليها شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، وتحدوا فيها وسائل القمع ووسائل الإرهاب على اختلاف أنواعها، كانت زيارة قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الزيارة في الواقع لم تكن مجرد اندفاع عاطفي أو ممارسة طقسية عادية مارسها الشيعة من تلقاء أنفسهم أو بطريقة غير مدروسة وغير مقننة، وإنما هي عمل مخطط ومرسوم له بشكل واع وبشكل عميق. أولاً، الشيعة قاموا بهذا العمل انطلاقاً من مشروعيته، يعني لأنه عمل مشروع يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في حياته مشروعه الأول هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلما كان هناك عمل يقرب إلى الله أكثر كان الاندفاع إليه أكبر، والشوق عند الإنسان المؤمن أعظم مهما كان حجم التحديات والمتاعب. زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام هي عمل مشروع، وليست عمل كما يحاول البعض أن يضفي عليه بعداً، فرض مثلاً من الأبعاد والعناوين الأخرى فيبدع ويفسق ويكفر من يقوم بزيارة القبور. زيارة القبور عمل مشروع، له مشروعيته، له تأصيله القرآني، له تأصيله الروائي. النبي صلى الله عليه وآله دعا لزيارة القبور كما هو في كتب المسلمين بشكل عام. مارسه صلى الله عليه وآله زيارة القبور، فكان يزور القبور في البقيع في الليل إلى آخر أيام حياته. دعا الناس إلى زيارة القبور للعظة والعبرة، وكذلك لتكريم بعض أصحاب هذه القبور الذين يعتبر تكريمهم جزء من الدين. المسلمون كلهم ساروا على هذا الطريق وعلى هذا المنوال، باستثناء فرقة صغيرة بسيطة جدا أخذت منحا آخر واعتبرت أن زيارة القبور عمل غير مشروع وغير مبرر وغير مؤصل، وهذه كانت كما أشرنا هي قليلة حملت هذا الفكر. لكن للأسف أن هذه القلة أصبحت مضخمة، سلطت عليها الأضواء، دعمت دعما بالمال وبالموقف السياسي، فأصبح لها هذا الظهور. وإلا فإن يعني هذا التوجه كان توجه محارب في ذاك الوقت. يعني متى أو من هو أول من زرع بذرة التشكيك في زيارة القبور واعتبره أمراً من البدع أو فسق القائمين به؟ أول واحد وقف أمام هذه الشعيرة وأمام هذه الممارسة كان ابن تيمية. ابن تيمية من أعلام القرن السابع الهجري، يعني قرابة 600 سنة مرت على المسلمين لا يجدون غضاضة في زيارة القبور. كان الناس يذهبون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، لزيارة قبور الشهداء، قبور عظماء وعظيمات الإسلام، ولا يوجد أحد يعتبر أن في هذا الأمر أي مشكلة. ابن تيمية هو أول من بذر بذرة التشكيك في زيارة القبور. وحتى بالنسبة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اعتبره سفراً أو سفر معصية. يعني قال أن إذا واحد يطلع من بيته بنية أنه يذهب لزيارة قبر النبي، قال أن هذا سفر معصية ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. احنا عندنا الصلاة الرباعية في السفر تقصر، تكون ركعتان، لكن ضمن ضوابط
واحدة منها أن لا يكون سفر الإنسان سفر معصية، واحد رايح يسافر حتى يرتكب معصية، عنوان سفره المعصية، هذا يقول الله هذا ما إلى تسهيلات من عندنا نخفف عليه الصلاة، لا تبقى صلاة رباعية، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. ابن تيمية طبق هذه القاعدة على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتبر أن زيارة قبر النبي سفر معصية. يعني يقول أنت إذا تروح تزور مسجد النبي، مو تزور قبر النبي. قبر النبي زيارته تعتبر عمل محرم، سفر معصية، لا يجوز معه قصر الصلاة. طبعا وقف المسلمون من ابن تيمية في ذلك الوقف موقفا حديا، وأصدرت فتاوى كثيرة وطالبوا بمحاكمته ومعاقبته على مثل هذا الكلام الذي فيه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سيرة السلف كل السلف صحابة وغيرهم كانت قائمة على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إذا تجي إلى كتب المسلمين بشكل عام، احنا عندنا يعني ما يسمى بمناسك الحج، كل الفرق الإسلامية عندهم كتاب أو كتب ألفوها العلماء في مناسك الحج. يعني الإنسان إذا يروح الحج عنده دليل يسترشد به ماذا يفعل، وين يروح. ما في واحد من علماء المسلمين من فقهاء المسلمين قديما وحديثا سوى كتاب مناسك الحج إلا وأرفق به كتاب أو باب في آداب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الذي يحج لا بد أن يكمل حجه بماذا؟ بزيارة النبي. تمام الحج، كمال الحج هو زيارة النبي صلى الله عليه وآله. من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث مروي عند كل المسلمين. فهذه كانت السنة والسيرة القائمة اللي قام عليها جميع المسلمين. هذا باب من يعني هو هذه الزيارة. لماذا؟ زيارة هي تعتبر أولا احترام وتقدير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء لسننه، لأن ضمن الزيارة أنت لما تشوف كل المسلمين اليوم من يروحوا إلى المدينة المنورة، هل فقط يكتفوا بزيارة مسجد النبي أو قبر النبي؟ لا، كل الكتب تلاحظ فيها زيارة الأماكن والمساجد والمحال التي مثلا صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو التي لامسها بيده، أو التي وطأتها عليها قدمه. يحتفي المسلمون بمنبر النبي صلى الله عليه وآله. منبر النبي وشنو؟ يعني أعواد من الخشب، لكن ليش صارت له هذه القداسة؟ قداسته من قداسة النبي. تكريم هذا المنبر هو تكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمنبره مثلا الأماكن التي صلى فيها، الأماكن التي لامسها بيده الشريفة، الأماكن التي مشى فيها صلى فيها. كل المسلمين يروحوا اليوم، أنت إذا تروح إلى المدينة المنورة تشوف الناس المسلمين من مختلف المذاهب يختلفون إلى هذه المناطق، مو بس إلى قبر النبي ومسجد النبي، مسجد القبلتين، مسجد قباء، مسجد كذا، مسجد كلها الناس يروحوا يزوروها. هذه في الواقع زيارتها هو تكريم وإحياء وسير على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من باب أولى هي زيارة قبور أهل البيت صلوات الله عليهم، الذين يمثلون امتدادا طبيعيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن احنا نلاحظ أن زيارة قبور أهل البيت، يعني أنت إذا تشوف اليوم في مثل هذه الفتاوى التي تعتبر زيارة قبر النبي عمل معصية، هم ليش اضطروا إلى هذا؟ حتى لا يفتحوا الباب والناس يروحوا يزوروا الإمام الحسين عليه السلام ويزوروا بقية الأئمة مثلا أو بقية العظماء، فيقول لك احنا نسكر الباب هذا من البداية، فنعتبر أن زيارة القبور أمرا بدعيا وعمل مثل يعني هو عمل شرك أو كذا، أو تقرب إلى الله أو التوسل إلى الله أو التوسل لغير الله سبحانه وتعالى، فأوصدوا هذا الباب. في المقابل احنا نلاحظ
أن هناك يعني جهود كبيرة وتخطيط واعي لمواجهة هذا المشروع المنغلق، وهي الجهود التي بذلها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم منذ بداية يعني العصور الأولى. واجهوا هذا المشروع. أول زائر للإمام الحسين عليه السلام كما نعلم هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر يجمع المسلمون على اختلاف فرقهم وتياراتهم وتوجهاتهم الفكرية والمذهبية على وثاقته، وأنه صحابي جليل لا يختلف أحد في وثاقته. أول إنسان زار قبر الإمام الحسين عليه السلام ما كان إنسان من خارج الدائرة الإسلامية، ولا كان واحد بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وآله، شخص تشرب الفكر النبوي والثقافة النبوية. هو أول زائر، هو من أسس لهذه الظاهرة التي نشاهدها في هذا اليوم. الملفت للنظر أن جابر بن عبد الله لما ذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام يعني مو مجرد راح وكأن رايح رحلة مثلا أو طالع في كشته الشكل للترفيه عن النفس، وإنما كان يقوم ببعض الممارسات التي تضفي على هذه الزيارة طابعا عباديا مقدسا. فنلاحظ أنه اغتسل قبل أن يذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، نثر على بدنه صرة سعد، نوع من أنواع يعني الأعشاب التي لها رائحة طيبة. كان يمشي بخطوات متئدة، يقصر خطاه، يعني يمشي بخطى ثابتة، عليه سكينة، عليه وقار. طقوس كان يقوم بها، ممارسة شعائرية بطقوس مدروسة ومقننة، حتى إذا جاء ووقف عند قبر الإمام الحسين عليه السلام كان يخاطبه بذلك الخشوع الكبير وبذلك الأدب، وفي حالة من البكاء والحالة العاطفية المتصاعدة التي كان يعيشها. ثم النص الذي زار به جابر بن عبد الله الأنصاري، الذي زار به الإمام الحسين عليه السلام، نلاحظ أن هذا النص فيه محتوى جدا جدا عميق، لم يكن مجرد كلام عادي، يعني مو مجرد فقط قال السلام عليك يا أبا عبد الله أو السلام عليك يا حسين مثلا، أو قرأ الفاتحة على قبره وانصرف، وإنما تلا نصا كأنما هو نص مقدس مقنن. هذا النص يكشف عن وعي جابر بن عبد الله بحقيقة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ويبين للأجيال أن هذه الزيارة هي ليست مجرد عمل بروتوكولي أو احتفائي فقط، وإنما هو عمل عبادي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الزائر يكون فيه واقفا في خط التوحيد، مناوئا لأعداء الله، سائرا على خط رسول الله، مستعدا للتضحية في هذا المجال وتحمل كل ما يمكن أن يواجهه في هذا الطريق، عندما يقول أشهد بالله أنا شاركناكم فيما أنتم فيه. لدرجة أن هذا اللي كان مرافق إلى جابر تعجب، يعني أنه جابر هذا الفقيه العظيم الإنسان العالم كيف يقول للحسين، يخاطب الحسين ويخاطب الشهداء ويقول أشهد الله أنا قد شاركناكم. كيف شاركتم؟ قال له يا جابر تعال أنت عندك يعني تصور للكلام اللي تقوله لو ما عندك. كيف تقول هذا الكلام؟ القوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، تيتمت أو أطفالهم، ترملت نساؤهم، ونحن مجرد جينا من مكان قاعدين الآن في هذه الرحلة، لم نصعد جبلا، لم نهبط واديا، لم نواجه أي معاناة أو أي تكلف. نشارك هؤلاء في ثوابهم، صير شركاء للحسين عليه السلام وللشهداء الذين معه. قال له إيه، نحن شركاء لهم، لأني سمعت من رسول الله
وهذا يعني أن جابر في زيارته للإمام الحسين عليه السلام لم يكن مبتدعا، وإنما كان متبعا، يعني جاي على بصيرة من أمره، جاي وعند دليل استرشادي يسترشد به لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. قال النبي هو هكذا يقول: أنه من أحب قوما حشر معهم أو أشرك معهم في عملهم، وأنا أشهد الله أني وأصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. على ماذا مضى الحسين عليه السلام؟ الحسين مضى على طريق المواجهة، مضى على طريق الشهادة، مضى على طريق الوقوف أمام مشاريع الفساد التي أراد الأمويون أن يؤسسوا لها، مشى ليقف مناوئا للطاغوت الذي أراد أن يعيد الأمة إلى جاهليتها. الإمام الحسين عليه السلام مشروعه مشروع كبير جدا على مستوى الدين وعلى مستوى الأمة. جابر ابن عبد الله يقول أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام تعني هذا، تعني أن الزائر يعلن استعداده للسير على هذا الطريق مهما كلفه الأمر. أن الزيارة لا تعني مجرد عمل بروتوكولي أو احتفالي، ولا هو مجرد تكريم للزائر واحتفاء به فقط، وإنما هو استعداد وتضحية وسير في طريق المواجهة مع كل مشروع وكل عمل يناهض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله مهما كلف الأمر. لذلك تلاحظ أن الطواغيت أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام منذ بداية التاريخ إلى يوم الناس هذا ما مرت فترة من الفترات كانت السلطات الحاكمة تتهاون أو تتساهل مع زوار الإمام الحسين عليه السلام. لو كانوا يرون أنها مجرد عمل احتفائي وبروتوكولي عادي والناس بس يجوا حتى يصلوا ويروحوا يتوكلوا على الله، ما يسوي ما في شيء تخلقه هذه الزيارة في داخلهم، كان خلوا الناس على راحتهم. كان مشكلة يعني واحد جاي إلى قبر يصلي ويدعوه ويروح، لكن كانوا ينظرون إلى آثارها، كانوا يعرفوا أن هذه الزيارة ذات مغزى سياسي، ذات مغزى جهادي، أن الزائر يأتي ليتشرب روح الإمام الحسين عليه السلام ومواقف الإمام الحسين عليه السلام والشعارات التي كان ينادي بها الإمام الحسين عليه السلام. وفي هذا خطر على مشاريعهم وعلى مواقفهم. انت لما تيجي تشوف ان الائمه عليهم السلام لما قالوا لنا روحوا زوروا الامام الحسين عليه السلام اعطونا نصوص نقف امام الامام الحسين عليه السلام لنخاطبه بهذا النص. ماذا نقول له؟ اشهد انك قد اقمت الصلاه وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد عمل بسيط جدا، يعني يقول أنت من أجل هذا قتلت، ونحن إذا تطلب الأمر أن نقتل في هذا الطريق فسنقتل، لأن نحن جايين لنمجد هذا العمل ونحتفي بهذا الإنجاز الكبير الذي قدمته يا أبا عبد الله، ونعلن استعدادنا إني سلم لمن سالمكم وحرب. موقف زيارة الإمام الحسين عليه السلام فيها موقف قوة، موقف مواجهة، موقف معارضة، مو مجرد كلام. واحد يقول للإمام يا أبا عبد الله أشهد الله أني سلم، خل الله يشهد علي أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. على مستوى الموقف، على مستوى العواطف تقول للإمام الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله حتى عواطفي حبي مشاعري أنا أجعلها مرهونة بك وبموقفك، سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، ولي لمن والاكم، عدو لمن عاداكم. هذه العواطف التي في داخلك أنت لا تملكها. أنت لما تروح للإمام الحسين عليه السلام تعلن له أن عواطفك وليست فقط مواقفك العملية. زيارة الإمام الحسين عليه السلام إعادة صياغة للإنسان تدخل في أعماق الإنسان، تعدل أفكاره، تعدل توجهاته، تقوم حتى عواطفه ومشاعره. فمع من تتوجه هذه العواطف؟
بوصلة العواطف عند الإنسان توجهها زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فأنت توالي من والوا وتعادي من عادوا. موقف عظيم. الزيارة تعبر عن موقف جهادي واع، عن وعي يمارسه الإنسان. لذلك تشوف أن هؤلاء يعني السلطة في جميع فترات التاريخ وقفوا منها موقفا عنيفا، يعني مو واقفين هذا الموقف العنيف لأنها مجرد طقس وشعيرة عادية، وإنما كانوا يعرفون إلى ماذا ترمز وإلى ماذا يمكن أن تنتهي، إلى أن هذه الزيارة راح تخلق جيل متمرد على السلطة، جيل يسير في الطريق الذي سار فيه الحسين عليه السلام، جيل عنده الاستعداد للتضحية والبذل والفداء. لهذا تشوف حتى الأئمة سلام الله عليهم لما كانوا بعض الشيعة يجوا لهم ويقولون لهم يا ابن رسول الله احنا ودنا نروح نزور الإمام الحسين عليه السلام، لكن الظروف الأمنية لا تسمح لنا بذلك. في واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه اسمه ابن بكير يقول جئت لأبي عبد الله الصادق فقلت له يا أبا عبد الله إني أسكن الأرجان. الأرجان منطقة قديمة الآن هي في بلاد فارس في إيران، ما بين يقولوا الآن موقعها الجغرافي ما بين الأهواز وبين فارس، يعني بين مشهد. منطقة قديمة الآن تسمى بهبهان. تسمعوا مثلا بعض الشخصيات العلمية ومثلا التجارية يسموه البهبهاني نسبة إلى هذه المنطقة. هذه منطقة قديمة من المناطق الغارقة في القدم، قبل الميلاد كانت موجودة كما يقولون بمئات السنوات، كان فيها سكان. هذا وين ساكن هناك بالأرجان. يأتي للإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله إن قلبي ينازعني لزيارة قبر أبيك، عندي شوق ما أقدر، يعني ما أنا قادر مستقر، عندي هذا الشوق، عندي هذه العاطفة، رغبة عارمة في داخلي، إن قلبي ينازعني لزيارة قبر أبيك. ولكن يقول الذي يمنعني أنه أنا من أخرج من بيتي حتى أعود وقلبي خائف وجل مضطرب. يعني يقول زيارة محفوفة بالمخاطر، محفوفة بالخوف، مو بس إذا رحنا هناك للحسين، لا من نبدأ نتحرك، من نبدأ نطلع من بيوتنا، من يعزم واحد يبغى يروح لزيارة الإمام الحسين. هذا قبل كم؟ قبل أكثر من 1400 سنة. يقول له هذه زيارة محفوفة بالمخاطر، بالخوف، خوف وجل الإنسان. قال له من ويش أنت وجل؟ قال له أنا وجل أولا من السلطان، يعني السلطة ممنوع. الذي يمارس هذا العمل يعني واقف أو يقوم بعمل ممنوع محرم لا تجيزه السلطة القائمة آنذاك. يعني الذي يمارس هذا العمل كأنه مرتكب عمل معارض مناوئ للسلطة. فيقول له أولا السلطان يخوفني، اثنين السعات يعني في جهاز أمني مسوينه مكثف، عيون رقابة ترصد الناس اللي بس طالعين يزوروا الإمام الحسين عليه السلام. في كل بلدة في كل محلة في ناس من هؤلاء، هذولين فقط شغلتهم يتجسسوا على الناس. منو اللي بيروح للزيارة؟ فلان بيروح الزيارة، فلان بيروح الزيارة، ترفع أسمائهم. فيقول له في سلطة تمنع، في سعات رقابة، جهاز أمني مكثف يراقب الناس، والمسالح في الطريق. المسالح يعني شنو؟ نقاط التفتيش، مناطق على طول الطريق المؤدي إلى كربلاء قبل 1400 سنة عاملين رصد ساهر موجود من ذاك الوقت هناك يرصد زوار الإمام الحسين عليه السلام. منو اللي رايح في هذا الطريق يأخذوه يمسكوه. زين هذا من يمسكوه بعد شنو يعني؟ يغدوه يعشوه عقاب شديد، بعضهم لا يرجع، بعضهم يعاقب، بعضهم يأخذوا فلوسه مثلا، يأخذوا عليه ضريبة. فيقول له ترى الطريق لزيارة قبر أبيك إذا أنت تعتقد أنتم تقولوا للناس روحوا زوروا الإمام الحسين، تفكر على زيارة الإمام الحسين سهلة؟ يعني محفوفة بكل هذه المخاطر. الإمام عليه السلام لما سمع هذا الكلام من ابن بكير، قد واحد يتوقع يقول لا يعني إذا هالشكل ما في داعي بعد تعبوا حالكم وتعرضوا أنفسكم للخطر وتروحوا. شنو قال للإمام النبي الإمام عليه السلام؟
قال له: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله في من يخاف لأجلنا؟ أنت منظور بعين الله، تتفكر هذا العمل عمل بسيط يعني؟ هذا اللي يتحمل المخاطر ويطلع ويمشي في هذا الطريق، هذا الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين الإجلال والإكبار. هذا جهاد في سبيل الله، هذا تحدي للطاغوت للفرعون، هذا وقوف في وجه من يريد أن يغير معالم دين الله سبحانه وتعالى وينتهك حرمات الله سبحانه. أنت مجاهد، شو تتوقع أنت؟ اللي يجاهد اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا يستقبلوه بالورود والزهور؟ لا، يا بني وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني توقع أنه في مخاطر. فيقول للإمام: ألا تحب أن يراك الله في من يخاف لأجلنا؟ ثم يقول له الإمام عليه السلام: يا ابن بكير، إن الذي يخاف لأجلنا يأمن يوم الفزع الأكبر، يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، يخاف الناس وهو آمن، يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فإذا خاف أو كذا الملائكة توقره تسكنه تحدثه إلى أن يدخل إلى الجنة مكرما. هذا عمل كبير، تخطيط من الأئمة سلام الله عليهم لمواجهة المشروع الذي يحاول أن يبث الخوف والرعب في قلوب الناس لتمتنع عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ليقول لهم: تحدوا كل هذه المخاطر واركبوا كل هذه الأهوال، ولا يمنعكم مانع من زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام. فالتضحيات التي تبذل في هذا الطريق هي تضحيات تستحق ذلك وأكثر من ذلك، مهما كان حجم التضحيات فهي في هذا الطريق أمر يسير وبسيط كذلك. وبهذا استمرت هذه المسيرة. أنت اليوم لما تشوف هذه الملايين من الناس من مختلف نقاط العالم، هذا السير الهادر، هذا النهر الجارف من البشر اللي تشوفه اليوم، اللي تحولت فيه زيارة الأربعين إلى أهم ظاهرة كونية على مستوى العالم. في ذاك الوقت مرت فترة طويلة هذه الزيارة كانت مغيبة، لم تكن تشكل ظاهرة يلتفت إليها الناس، لأن القمع ووسائل القمع والحج كان كبير جدا. اليوم لا توجد ظاهرة على مستوى العالم، كل وسائل الإعلام تأتي لتغطي هذا الحدث. اليوم بعض يعني يمكن أكبر ظاهرة الناس يتابعوها هي كأس العالم، وهذه إنما يتابعها العالم لأن هناك ملايين الدولارات تبذل حتى تكون هي الحدث الأبرز. زيارة الإمام الحسين ما في أحد قاعد ينفق فلوس عليها أو يعطي الناس أو يقول لوسائل الإعلام تعالوا غطوا هذه الظاهرة وتحصلوا على أموال أو لا، هو كذلك حتى تغطية هذا الحدث يكلف بعض وسائل الإعلام الشيء الكثير، ومع ذلك تأتي وسائل الإعلام من مختلف بلاد العالم لتغطي هذه الظاهرة لتكون هي الظاهرة الأبرز على مستوى العالم. دراسات اليوم، كتب، محللين، علماء نفس، علماء اجتماع، كلهم يحللون هذه الظاهرة. ما الذي أبقى هذا الوهج لهذه الممارسة؟ ليش قبل 1400 سنة إلى الآن من الذي كان يخطط لها؟ من وراء هذا؟ أكيد وراها عقول استراتيجية حتى تبقى طول هذه الفترة. العقول كانت هي عقول الأئمة سلام الله عليهم، توجيهات الأئمة، إصرار الأئمة ودفعهم لشيعتهم أن يتحدوا كل هذه المخاطر ويسيروا في هذا الطريق. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، اليوم احنا معنيين بشكل أكبر على أن نحافظ على هذه الشعيرة، وعلى أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في إبراز هذه الشعيرة وإعلاء شأنها. الزوار الذين يذهبون ويشاركون في هذه الشعيرة المباركة مو فقط يعني دورهم أنهم يروحوا هناك ليستعرضوا ويصوروا كذا، لا، مسؤوليتهم كبيرة أن يبرزوا اسم الحسين عليه السلام، مشروع الحسين، لماذا الحسين عليه السلام ذهب. لذلك
لابد أن يكون هذه الزيارة تظهر بالمظهر الذي يبرز شعائر الإسلام في أجلى صورها: المحافظة على الصلاة، المحافظة على الآداب الإسلامية، المحافظة على المظهر العام لتماسك المسلمين والمؤمنين هناك. بالنسبة للنساء المحافظة على الحجاب، المحافظة على العفة، المحافظة على أن تظهر المرأة بالمظهر اللائق بتمثيل المرأة في هذه الفعالية وفي هذا الحدث الإسلامي الكبير. يوم فقهانا يوجهوا لهم أسئلة، يقولوا لهم: هل يجوز للمرأة أن تشارك في مسيرة يوم الأربعين مشيا، تروح مرأة تشارك مثل الرجال؟ فقهانا كلهم قالوا: نعم يجوز. الروايات الواردة عن الأئمة بحسب فهم الفقهاء والتي تشجع على زيارة الأربعين يقولون هذه ليست خاصة بالرجال، وإنما هي عامة. المرأة عامل مهم من عوامل استمرار وبقاء وبروز وظهور هذه الشعيرة المباركة، ولكن على المرأة أن تكون ملتزمة بعفتها، بحجابها، بأدبها العام، حتى لا تعطي لأحد أي مغمز أو ملمس ليلمس في هذه الشعيرة التي ضحى المؤمنون من أجلها. ترى دماء أريقت، أرواح زهقت، تضحيات كبيرة، حتى وصل إلينا صوت الإمام الحسين في هذا اليوم. الرجل الذي يذهب إلى هناك أو الشاب الذي يذهب إلى هناك عليه أن يبرز دور الرجال الذين كانوا في كربلاء والذين ضحوا بدمائهم، اللي جابر بن عبد الله يخاطبهم ويقول: أشهد بالله أننا قد شاركناكم. والمرأة التي تذهب إلى هناك كذلك ليكن صوتها هو صوت العقيلة زينب، وموقفها هو موقف العقيلة زينب. زينب هي بطلة هذه الشعيرة، زينب هي التي أوصلت صوت الإمام الحسين عليه السلام إلى الأجيال. زينب هي التي عبرت بهذه الدماء لتصل اليوم إلى هذا المستوى من الألق والسطوع والبروز، عندما وقفت أمام طاغية عصرها في الشام لتقول بكل عنفوان وكبرياء وشموخ: أظننت يا يزيد؟ لم تقل له يا أمير المؤمنين ويا أيها الخليفة، لم تكن تتوسله، وإنما كانت تخاطبه مخاطبة شخص عادي، تقول له: أنت أصلا لا تستحق، أنت غير جدير بأن أنا أخاطبك، لكن الظروف حتمت علي ذلك. ولذلك كانت تستخف به وتحتقره، وهي تلك الأسيرة بشموخ بعنفوان تقف أمام يزيد لتقول له: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الأمور لك مستوسقة والدنيا متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك نساءك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل،
ليس معهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان؟ ثم تقول غير مستاثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، تنكتها بمخصرتك وتقرعها بقضيبك. وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستاصلت الشافة بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكم ولم تكن قلت ما قل. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل سخطك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب لحومنا، وتلك الجثث الطوائر الزواكي أنا مناد وحسين تنتاب العواسيل وتعفرها أمهات الفراعيل. زينب كانت جسد في الشام ولكن قلبها مشاعرها عواطفها كانت في كربلاء. كان فؤادها يرف على تلك الأجساد وعلى تلك القبور إلى أن وصلوا إلى مفترق الطريق. وقال الحادي هذا طريق يدخلنا إلى كربلاء. يا خفق قلب زينب نايا تقول لحادين يمر بالغاضر بنسلم على الوالي وننصب لعز. تقول لوال حادنا يمر بنا على حسن نبغى نزور حسين ونشوف ندفن. أنا والله لروي قبر أخويا بمدمع ويا ليت فوق القبر تحضرني المني وحسينا صاحي العليل ومدمعه بالخد مذروع. اعمل معانا اليوم يا نعمان معروف
مروا بعماتي وخواتي براد لطف، قال له فالعصي لك أمر يا ابن الشفي، واي ماما أما زينب فإنها نادت يا نازل بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا يا فما يا أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت 3 لا يزار مقامها يا هو تعال قبر والمدمع تهلا تسالف لبفعل زجر خوال لفانا من اليسر لكم تقل قوم انصب العائلتكم خير. ضيوف عندك الليلة أبا عبد الله، سوي لنا خيمة، سوي لنا مكان، استقبلنا يا أبا عبد الله. زوارك الليلة يستقبلوهم، احنا ما عندنا أحد يستقبلنا. قوم انصب العائلتكم خير. تقول له لفيا يا أنا لفينا من اليسر للغاضرية يا خويا ضيوف عندك هالمسي يا ابو السجاد جيناك بشتية لابونا يزيد بالديوان شتين. تقول له سمعت شتم أمير المؤمنين وأنا جالسة يا أبا عبد الله. والي تقول له يا خويا هاي ما كانت على البال والله أطب المجلس وبرقبتي. تقول تصورت كل شيء، تخيلت كل شيء إلا هذا المنظر، أن يدخلونا ونحن مربقات بحبل واحد. والله يا خويا هاي ما كانت على البال. أطب المجلس وبرقبتي. إحبايل طافت بتلك القبور قبرا بعد قبر، ثم صارت تسرح طرفها يمينا وشمالا. شاف الإمام زين العابدين قال عم زينب أنا أعلم عن أي قبر تبحثين، أدري أي قبر أنت تبحثي عنه. قالت بلى دلني على قبر ابن والدي. وين قبر الكفيل؟ أين قبر العباس؟ قال قومي بنا. أخذ بيدها. قالت لا ما يصير أنا أروح لوحدي، كل امرأة تترك قبر عزيزها تترك قبر ولدها، وقوم نروح مشاية كلنا نتعنى لزيارة أبو فاضل. لتقل جينا وعلى قبرك قعدنا. أبو فاضل أنت الكافل أنت المحامي، ترى جينا وعلى قبرك قعد. يا نصبنا العزاء وعليك نحنا يا خويا هذه المحامل قوم
والله هذه المحامل قمرت ما يمنع ياس بنمشي وحدنا. ظلوا 3 أيام. بعد الثلاثة قال الإمام زين العابدين قوموا بنا. جل واحد قال لي يا ابن رسول الله ما زالت العواطف رطبة، خلي زينب والنساء عند قبور أحبتهن 3 أيام ما تكفي. زينب غايبة 40 يوم، بس 3 أيام تخليها في كربلاء، خلهم يشبعنا بكي يشبعنا نياحة. فقال يا قوم إني أرى ما لا ترون، إني أرى عمتي زينب تقوم من قبر وتجلس عند قبر 3 أيام، لا ليلها ليل لا نهارها نهار، شغلها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. إن ظلت عمتي على هذه الحالة فارقت روحها بدنها، لازم أطلعها من هذا الجو، لازم أرجعها إلى المدينة. عم قومي بنا. إلى أين؟ بقي مكان ما ودونا إليه. قال لا لا عم انتهى هذا كله، الآن نرجع إلى مدينة جدنا. قالت بناي بناي ومن ذا بقي لي في المدينة، منو عندي أروح له؟ خليني عند قبور الأحبة أروح له من هناك، من ذا بقي عندي؟ والي ويالي تقول له يا ناعي يا ناعي بعد قل لي ايش بقالي، ايش بقالي وش خلفت عندي الليالي، والله وش خلفت عندي الليالي. عزيز على قلب الفاقدين، ترى بيتي وبقى من الزلم، بيت مظلم بيت موحش ما اريد ارجع له، والله بيتي وبقى من الزلم خالي، بيتي وبقى من الزلم خالي. خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد، هذه تحفة السفر يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا يا الله، من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين من أوصانا بالدعاء، من سئلنا لهم الدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من جميع بلائك. احفظنا وجميع زوار الإمام الحسين، ارجعهم سالمين إلى سالمين، لا فاقدين ولا مفقودين. وفقنا في هذه الليلة لزيارة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تفضلوا. إلهي وارزقنا زيارة أبي عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم.